السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على التحركات الجديدة اللي ناويين مرتزقة البوليزاريو والمخابرات الجزائرية أنهم يديروها في المنطقة العازلة، وهي تحركات اللي نقدروا نقولوا عليها أنها خطيرة وجدية. فالمرتزقة وحسب الأخبار اللي كتجي من مخيمات الدل والعار فهم ناويين أنهم يصيفطوا، وعلى حسب ما كيقولوا غادي يصيفطوا مواطنين أي نساء وأطفال وشيوخ، وتحديدا للمنطقة العازلة المغربية، وبطبيعة الحال غادي يكون وسطهم جنود مرتزقة بلباس مدني. وهذه الخطوة فهي كتفكرنا في داكشي اللي كانوا داروه قبل إعلان الحرب في سنة 2020، وتحديدا ملي دخلوا المرتزقة حتى لقدام النقاط العسكرية المغربية في الجدار الرملي وبداو كيستفزوا القوات المسلحة الملكية. وحسب رأيي فكاينين جوج أهداف من وراء هذه الخطة اللي كتوجد لها المخابرات ديال الدويلة العدو. الهدف الأول أنهم يحرجوا المغرب إذا ما قصف هاد المحتجزين، وبالتالي يستغلوا الحادثة دوليا وباللي المغرب قصف المدنيين. أما الهدف الثاني فهو في حالة إذا كاع ما استهدفهم المغرب فهم غادي يحطوا رجليهم في المنطقة العازلة ويبداو يديروا الخيام ويبداو غاديين جايين من تندوف للمنطقة العازلة، وبالتالي غادي يحاولوا أنهم يكسروا من التحريم اللي دار لهم المغرب في هاد الأربع سنوات اللي دازت. حيت حاليا فدازت 4 ديال السنوات على تحريم المغرب للمنطقة العازلة وبشكل كامل، ولاو المرتزقة كيتعرضوا للقصف مع كيدخلوا للمنطقة، وبالتالي المغرب حيد لهم حتى التطبيل اللي كانوا كيديروه من قبل، وباللي المنطقة العازلة هي أراضي محررة وباللي راهم خدامين على تحرير بقية الصحراء. المهم داك التخربيق اللي كلنا عارفينه. وهذه الخطوة اللي بداو كيروجوا لها المخابرات الجزائرية في المخيمات فهي جات من بعد الفشل الكبير اللي ولاو عايشينه المرتزقة زائد دويلة العدو، وهو فشل عسكري واستخباراتي وحتى دبلوماسي. وحسب اعتقادي فهذه الخطوة اللي باغي المرتزقة انهم يديروا فهي خطيرة وجدية، وكترجعنا للخطوة اللي داروا في 2020 ملي غلقوا معبر القرقارات ومشاو حتى الجدار الرملي المغربي. لكن اللي انا متيقن منه ان القياده المغربيه وقواتنا المسلحه الملكيه فهي ما غاديش تسوق لا لهذا مدني ولا هذا عسكري، واخا يدخلوا العشرات ديال العربات للمنطقه العازله واللي غادي نسميوهم بطبيعه الحال مدنيين، فراه كاملين غادي يتعرضوا للقصف والتبندير. اما اذا كانوا الاعداد ديال المرتزقه كبيره فممكن اننا نشوفوا حتى عمليات خاصه على الارض واللي تكون فيها عمليات اعتقال وتصفيه ديال المرتزقه، حيث المغرب ما عمره ما غادي يتراجع للخلف ويخسر كاع المكاسب اللي جناها على الارض في هاد الاربع سنوات اللي دازت. وخاصكم تعرفوا ان المرتزقه والدويله العدو راهم ندموا على اعلان الحرب اللي داروه في سنه 2020، حيت ولاو عارفين ان المنطقه ما عمرها ما غادي ترجع كيف كانت، وحاليا راهم كيتمناو غير وقف اطلاق النار من جهه المغرب، وبالتالي يقدروا انهم يرجعوا للوضع السابق ديال لا سلم ولا حرب، واللي كانوا مستغلين فيه المنطقة العازلة بالكامل ومعتبرينها كمناطق محررة، زائد كانوا دايرين فيها بنايات وكل عام كيديروا فيها احتفالات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية، زائد كانوا طالقين حتى عمليات تنقيب عن الذهب. يعني بزاف ديال المكاسب كانت كتجنيها المرتزقة من احترام المغرب لوقف إطلاق النار. الخلاصة أن هذه الخطة الجديدة اللي كتوجد لها مخابرات عبلة والمرتزقة فغادي يكون المصير ديالها هو التبندير والقصف، وخيجيبوا مئات وآلاف المرتزقة للمنطقة العازلة، حيث المغرب سبق وقال الكلمة ديالو، وهي أن أي شخص غادي يدخل الأراضي المغربية فالمصير ديالو واحد وهو القصف والتبندير. على العموم حنا غادي نتبعوا هذه العملية اللي باغيين يديروا المرتزقة وغادي نشوفوها فين غادي توصلهم، وبالتالي حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا. نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامة.